فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فأعط أيها المسلم صاحب القرابة ما يستحقه من البر والصلة، وأعط المحتاج ما يدفع به حاجته، وأعط الغريب الذي انقطعت به السبيل عن بلده. ذلك الإعطاء في تلك الوجوه خير للذين يريدون به وجه الله، والذين يقدمون هذه المعونة والحقوق هم الفائزون بنيلهم ما يطلبونه من الجنة وبسلامتهم مما يرهبونه من العذاب. ولما بين ما يتقرب به إلى الله من العمل بين ما يراد به غير وجهه، وإنما يراد به مقصد دنيوي رخيص، فقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما دفعتم من أموال إلى أحد من الناس بغية أن يردها إليكم بزيادة فلا ينمو أجره عند الله، وما أعطيتم من أموالكم إلى من يدفع بها حاجة تريدون بذلك وجه الله لا تريدون منزلة ولا مثوبة من الناس، فأولئك هم الذين يضاعف لهم الأجر عند الله. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. الله وحده هو الذي انفرد بخلقكم ثم رزقكم ثم إماتتكم ثم إحيائكم للبعث. هل من أصنامكم التي تعبدونها من دونه من يفعل شيئا من ذلك؟ تنزه سبحانه وتقدس عما يقول ويعتقد المشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة بسبب ما عملوه من المعاصي. ظهر ذلك ليذيقهم الله جزاء بعض أعمالهم السيئات في الحياة الدنيا رجاء أن يرجعوا إليه بالتوبة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: سيروا في الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلكم، فقد كانت عاقبة سيئة. كان معظمهم مشركين بالله يعبدون معه غيره فأهلكوا بسبب إشراكهم بالله. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فأقم أيها الرسول وجهك لدين الإسلام المستقيم الذي لا اعوجاج فيه من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا راد له. في ذلك اليوم يتفرق الناس، فريق في الجنة منعمون وفريق في النار معذبون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من كفر بالله فضرر كفره وهو الخلود في النار عائد عليه، ومن عمل عملا صالحا يبتغي به وجه الله فلأنفسهم يهيئون دخول الجنة والتنعم بما فيها خالدين فيها أبدا.
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ليجزي الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات التي ترضي ربهم من فضله وإحسانه، إنه سبحانه لا يحب الكافرين به وبرسله، بل يمقتهم أشد المقت وسيعذبهم يوم القيامة.